اهلا بكل محبي الكوره والدوري الانجليزي والفانتسي بالتحديد اللي بيتابعونا من كل مكان. معاكم احمد وسلمى، والحديث النهارده عن فانتسي الجوله السادسه من الدوري الانجليزي. خلاص انا معترفه انا الاخيره على فانتسي. حط بس حاجز بيني وبينك كده عشان ايه مش عايزين الحظ بتاعك ده يجي لنا بعد اذنك. اتفضلي. انا خلاص انا مقتنعه انا بقيت الاخيره على فانتسي. انا بجد لو مش بلعب هبقى اقيم من كده والله. تبقى احسن من كده بكتير بكتير بجد. انا 9 مليون وشويه من 11 مليون، يعني هتلاقوا الفرق ما بيني وما بين الاخيره على العالم نقطتين 3، يعني بجد مش فارقه في اي حاجه. انا زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت انا مقتنعه ان حظي يقرف. غلطت في حاجات طبعا، يعني زي فولكروج مثلا ده خلاص انا غلطانه فيه. لا هو مش فولكروج المشكله واحد زي واتكنز وهنتكلم. ما علينا. المهم ان انا فعلت الوايلد كارد وخلاص تقبلت ان انا كده هبقى الاخيره بجد لو ما لمتش نفسي. فعلت الوايلد كارد، اتفرجوا عشان نقول لكم جبت مين في الوايلد كارد، وهنديكوا درافتات لاحسن وايلد كارد. وكمان ما تقلقوش في فقره الديفرنشالز اللي بتولع الدنيا كل اسبوع. فلو بتحبوا الحلقات دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات وتقولوا لنا رايكم دايما في الكومنتات، وتشتركوا في دوري احمد وسلمى. ويلا بينا نخش في الوايلد كارد. طب اعتبر بقى ان نصايحنا دي يعني مش نصايح بقى خبراء الفانسي، دي نصايح بقى ناس مخيشه اتعلم من غلطاتنا وما تعملهاش. لا يعني معلش بقى، انا الحاجه الوحيده اللي مصبراني أيوة. ان على الاقل نصايحنا عدله. يعني انا كنت اعتزلت اللعب والكلام وكل حاجه، بس بجد 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 نصايحنا عدله. ممكن ما نمشيش بيها احنا ونخيش. لا انا عن نفسي ماشي كويس. بعد اذنك كلمي عن نفسك. انا كام على العالم؟ انت 4 مليون 4 مليون يعني. في فرق 5 مليون بيني وبينك. طيب انت بتقارن نفسك لما تعدي كده 2.5 منهم مثلا تعالى كلميني، ايه رايك؟ في فرق 5 مليون. بعد اذنك معلش بقى تكلمي واحد اللي 4 مليون على العالم، فيعني احترميني بعد اذنك. طب نبدا بالوايلد كارد بتاعي. طبعا يلا. انا لسه قاعده بجرب لحد دلوقتي، هتشوفوه مفروض على الشاشه. انا هقعد بقى انعرى بقى كده بان ال 4 مليون على العالم واقيم بقى فريقك ده. ورينا فريقك. طيب انا في حراسه المرمى جايبه دوناروما. اوبا وش كده حلوه. ماشي. جايبه سيناسي اللي انا حاسه انه لازم يبقى في اي فريق. ثانيه واحده، مين بس بديه؟ مين حارس الدكه؟ دوبرافكا لحد دلوقتي. لا ده اكيد. ماشي خلاص. جايبه سيناسي اللي انا شايفه ان هو لازم يكون في اي فريق وايلد كارد او مش وايلد كارد حتى. هو احسن فاليو لغايه الجوله ال10. دافكون بياخد. بورنموث من احسن الدفاعات مع ارسنال ليفربول ونيوكاسل. هو سيناسي ده اصلا بينزل الملعب بيجيب مساهمات دفاعيه. يعني انا بنزل الملعب كده معايا نقطتين على نقطتين اللعب، لو ما جبتش كلين شيت فكده 4 مبدئيا كده. بعد كده عندي تيمبر بس انا مش مقتنعه بيه واعتقد هغيره. ما اعرفش، ارقامه كويسه وهو اكتر واحد فيهم هجومي في المدافعين، يعني يليه كالافيوري. خايفه يقعد دكه. سؤال، لما تقولي هجومي ان هو جاب اجوان واسيستات ولا الارقام الاكس جي والاكس ايه؟ الاكس جي. لان هو فكره ان هو جاب اجوان دي بالنسبه لي هم في الاخر مدافعين عامه بيجيبوا 4 5 6 مساهمات مثلا من ناحيه الاجوان، فهو جاب منهم 2 فاضل لي 4. هو اعلى يعني فاهم قصدي؟ هو اعلى نون بينالتي اكس جي في المدافعين عامه. ماشي انا كده اتفق معاك. انا عشان كده شارياه. انت عارف انا بعشق الارقام يعني. كده حلو. جنبيه في فان دي فان. توتنهام من احسن الماتشات في الكام ماتش اللي جاي، وفان دي فان رخيص قوي وعارفين ان هو قادر انه يعمل حاجات، فبالنسبه لي هو اساسي في فريقي. بعدين موكيلي بتاع ساندرلاند اللي برضو ارقامه الهجوميه كويسه قوي ومساهمات دفاعيه برضو. وبرضه يجيب مساهمات دفاعيه دي مهمه قوي. اللي عامه في اول الموسم ما كنتش متوقع ان هي تبقى مهمه قوي 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 كده، بس هي مع اللي بيحصل لا هي مهمه عامه. والاوتات بتاعته خرافيه في ساندرلاند. اللونج ثرو بتاعه. عندي سؤال، وحد يقول لي في الكومنتات لو اللعيب لعب اوت وحد جابها جون ده اسيست؟ اكيد. مش عارف. انا مش عارف. مليون في المية. مش ليه مليون في المية؟ مليون في المية. يا ريت ما اعرفش. ساندرلاند ماتشاتهم لذيذه مش وحشه، بس اللي فاجئني ان هم من احسن 6 دفاعات في الدوري. يعني ارقامهم لحد دلوقتي هم في التوب 6 في الاكسبكتد جولز كونسيدد. بعدين عندي ستافي على الدكه. اوكي. مشكلتي الوحيده ان انا عايزه مدافع من ليفربول، وهي دي اللي بفكر اعملها. طب كريستال بالاس مثلا برضو كويسين. كريس ريتشاردز كان في اللي وريتها لك امبارح. يعني ما في مليون حد نفسي فيه، بس يعني هقول لك برضو سيناسي. يعني ليه مش كريس ريتشاردز على موكيلي مثلا؟ عشان يعني حاسس كريستال بالاس دفاعهم لا الاثنين ب4.5. لا موكيلي ب4. اوكي ب4. انت مرخصه في الدفاع. دفاعك مالت. ماشي تمام. في نص الملعب عندي صلاح ورايندرز. صلاح كده كده
في مليون تساؤل عليه. بما ان بالمر اتصاب بقى اسهل ليا، ساكا هو اللي في بالي وبرونو، يعني ساكا وبرونو، بس انا لحد دلوقتي مخليه صلاح. قلت لك برونو هيجيب في تشيلسي وهيفقعني وهيطلع مراتي، وعملها. رايندرز اللي خلاص اصلا كمان كان قريب قوي من انه ياخد دافكون، فمفيش كلام بالنسبه لسعره. رايندرز جاب دافكون، جاب الباشا، جاب ماشي. دافكون، الباشا عمل اللي عليه وزياده. بعدين سيمانيو اللي غلي اكتر من الاجوان والاساسات اللي جابها، ما اعرفش التهريج ده، بس عندهم ليدز، فولم، كريستال بالاس، فعجباني بس الراجل يستاهل. الراجل يا اما بيجيب اجوان، يا اما بيعمل اسيستات، يا اما معاه ضربات جزاء، يا اما في الماتش اللي ما عملش حاجه جاب لك مساهمات دفاعيه. انا قلت ايه بقى الحلقه اللي فاتت؟ قلنا ايه بقى؟ ان هو مش هيعمل حاجه لانه اكتر واحد ترانسفيرد ان. سيمانيو 0 شوت اون تارجت الماتش اللي فات. ماشي معاك ان هو جاب ماتش رخم ونيوكاسل، انت برافو عليكي قلتي دفاعهم رخم بالظبط، دي حقيقه. فدافكون ده يثبت بس جاب 5 نقط في الجوله المالت دي، ده زي الفل. انا بقول ان هو في الاخر دفاعهم كان غلس، وعمل 0 شوتس اون تارجت، وبالتالي يعتبر بلانك. دافكون ماشي نقطتين عادي. وبعدين ستاتش اللي بتكلم عليه من بدري قوي، عاجبني. ليدز عجبني عامه. طبعا الاكس جي بتاع الجون اللي هو جابه كان ولا حاجه يعني، بس جون هايل. فاول حلو قوي يعني، وان هو معاه فاولات دي حاجه كويسه اصلا. وبعدين عندي كينج بتاع فولم اللي هو رخيص قوي، بس ماتشاته مش احلى حاجه، فاعتقد ان دول هيتغيروا، وهقول لكم عايزه اجيب مين في نص الملعب ناقصني. قدام عندي هالاند وجاو بيدرو اللي احتمال يبقى مصاب، فده برضو هتكلم فيه، وفولتمادا. اوكي، فالهجوم بتاعي زي الفل. ماشي. طب انا عايز على كذا حد في الهجوم مبدئيا، وتقولي انت فكرت فيهم، ولما فكرت فيهم حسيتي ايه او ليه ما رحتيش معاهم. هبدا بجوكيريش. الراجل بيلعب كل ماتش 90 دقيقه، فبعيدا عن الروتيشن بتاع ايزي ومادويكي ومارتينيلي وتروسارد والقرف ده كله، فالراجل ده بيلعب اساسي. احنا عارفين ان هو ممكن يتقاسم الضربات الجزاء مع ساكا، مع الله اعلم بقى ممكن هو يكون اساسي فيها، الله اعلم، بس ممكن يلعب ضربات جزاء. ومهاجم ارسنال اللي هجومهم كويس، احنا عارفين، سواء بقى من ضربات ثابته بقى ايا كان هجومهم عامل ازاي، بس هجومهم كويس في الاول والاخر. ارسنال بيجيبوا جوان، بيعرفوا يجيبوا جوان. ليه ما رحتوش مثلا لحد زي جوكيريش؟ هو تاني اكتر واحد متوقع له نقط في الهجوم، فمعاك ده الجوله يعني دي اللي جايه؟ لا عامه لغايه الجوله ال10، فهو تاني اكتر واحد متوقع له نقط. لكن انا حاساه غالي. معرفش كاي هافرتس قدامه قد ايه، بس حاسه لما كاي هافرتس يرجع هو هيقعد شويه او هيروتيتوا كده مع بعض. اوبشن. انا حاسه ان انا هجيب ساكا، يعني حاسه لما الاقي ساكا بدأ ماتشين كده هجيبه. معاك، انا معاك ان ساكا افضل. ومشكلتي مع جوكيريش، انا مش بقولك ان انا مش مقتنع بيه، انا بس بسالك انت فكرت فيه عشان ناس كتير بتفكر فيه او لا. مظبوط. انا مشكلتي ان انا ما شفتش منه اللي حسسني ان اللي يشفع لي السعر ده بالظبط. يعني مش شايفه خطر على الجول، مش شايفه بيوصل، لا بالعكس، انا شايف كورته ما بتروحلوش خالص. الهجوم كله مع الاجناب وكاونتر اتاكس، او سواء ضربات ثابته للمدافعين اكتر منها لجوكيريش. برده هو مش قادر يخطفها لسه قوي. شايف ان هو هيبقى كويس على المدى البعيد، بس لسه مش دلوقتي ومش بالسعر ده بالنسبه لي. طيب هقول لك مين اللي فكرت فيه لو هبيع جاو بيدرو لو طلع مصاب. ايفانيلسون، لان ده هيفضي لي فلوس بقى اني اجيب حد في نص الملعب زي منتا، حد بقى ديفرنشال بس اغلى سنه كده، اعلي في اللي في نص الملعب. ففكرت جديا في ايفانيلسون. ستراند لارسن لو بدا يلعب، وولفز ماتشاتهم حلوه قوي وهم غير محظوظين. انا عارفه ان ده اللي لبسني في الحيط في واتكنز، فمحتاجه ابطل ابقى مقتنعه بالاكس جي فقط يعني. بس ايفانيلسون مازال اوبشن حلو، ممكن يفضي لي فلوس. اللي برضو كان عندي وبعدين بعته عشان معاه 4 انذارات هو دوزبري هول، لان هو اكتر واحد فاليو في نص الملعب. بس انا مثلا نفسي قوي اجيب انداي. انداي ده واحد لو رخصت جاو بيدرو برضو ممكن اروح له، فيعني عندي كذا حد كده. طب دوزبري هول ايه اللي ضايقك في حوار ال4 انذارات؟ انا حتى لو توقف، ما انت كده اصلا بنعود دكه كتير. لا، ما انا مش بجيب وايلد كارد بقى، عشان يعني بالنسبه لي انداي احسن. قصدي ياما حصل قبل كده ان اللاعب يبقى معاه 4 ويقعد حبه حلوين ما يجيبش الانذار ده في الاخر، ويعدي النص الاولاني ويبقى تمام. وحتى لو توقف ماتش ممكن اصلا الماتش صعب كده هتقعديه، يعني عادي انك تقعديه دكه، لان هو اصلا في الاخر 5 مليون، فعادي. انا اللي سوحني الموسم ده اللعيبه ما بتلعبش اصلا، فانا ما فيش حد مش هيلعب في الفريق الوايلد كارد. ما بلاش بس الثقه دي، عشان هتلاقي هالاند قاعد الماتش بتاع بيرلي اللي جاي ده عادي جدا والله فيها. وعلمك على فكره ده هو اصلا جوارديولا قال ان هو طلعه بدري عشان كان تعبان ومش قادر ومش عارف مش هيلعب في الكاس.
هيريح في عادي. الكاس فرب بالظبط. خير يا رب، هو ورايدرز الاثنين يريحوا يا رب. طيب عايزه اقول بقى حاجه، ان انا بركز قوي في الماتشات، واحسن ماتشات الفتره اللي جايه وولفز، فكيرجسي ده كان عندي في بس انت عارفه ان وولفز دول ما كسبوش ماتش صح؟ ما تعادلوش ماتش حتى، بس يعني 0 نقاط. كانوا المفروض يكسبوا ضد ليدز، ماتشاتهم بقت حلوه قوي قوي قوي، فاعتقد ان هم هيفوقوا دلوقتي. هم جددوا للمدرب، لان انا قلت ان هم بعد جددوا للمدرب بعد الجماهير كانت عايزاه يمشي وجددوا له. ماشي. فمش عارف أنا مش بقى عارفة لو الاجواء ايه جددوا له. النظام، مش عارف. بعد وولفز توتنهام، أوكي. فما عنديش اي حد من توتنهام غير فان ديفان، بس يعني في روتيشن كبير قوي في المهاجمين فخايفه. بعدين ليدز، فبالتالي ستاتش، جودمونسون، كل دول اوبشنز أوكي. حلوه. بعدين ارسنال، عشان كده بقول عايزه اجيب ساكا. بعدين برايتون، بعدين ايفرتون. اوكي. اوحش ماتشات فولم، عشان كده جوش كينج ده عايزه اقلبه. بيرنلي. هو فكره جوش كينج مش فكره ماتشات خالص، هو فكره ان هو 4.5 بيلعب اساسي 90 دقيقه. ده بالنسبه لي ماتشاته بقى صعبه، ماتشات سهله مش فارقه، ما انت وكده بقى ممكن دكه تجيب بس بقى ضمنه بيلعب. يعني بيلعب وخطر عامه، ساعات بيبقى خطر، لسع في تشيلسي واتلغى بس قريب، يعني هي دي الميزه فيها. وكده كده اي ماتش بالنسبه لفولهام هيبقى صعب، فهي مش فارقه. بما انك بتتكلم على فولم، سيناسي واندرسون روتيشن حلوه قوي لل 13 جوله اللي جايين. اوكي. ويلف معاهم حلو كريس ريتشاردز، فانا أوكي. فكرت بقى بما اني بوفر ده هي دي يعني عامه، ده هي دي اللي يعمل لازم تتعمل. سيناسي اندرسون كريس ريتشاردز. هيفضلوا كتير قوي، روتيشن حلو عجبني، رخاص، هعرف العب واحد فيهم كل اسبوع، فدي اوبشن حلو. طب انا عندي سؤال، بفكر في دوناروما. دوناروما ب 6 مليون ولا ب 5 ولا ب 5 ونص قصدي؟ لا ما انا عارف، انا قصدي هل ممكن توفري منه وتروحي مثلا لحد زي فيكاريو مثلا ب 5 مليون تقريبا بقى 5.1 وتوفري منه شويه فلوس، ولا لو ب 5 ونص تروح بقى الرايه؟ المفروض ان دفاع ارسنال احسن دفاع في الدوري، فتبقي ضامنه الحته دي اكتر، طبعا تدفعي فلوس الغاليه تجيبي احسن بس واحد. مين على قال ان الأقل دفاع ارسنال احسن دفاع في الدوري؟ احسن من السيتي على الاقل. ماشي. شوتس اون تارجت، احسن فرق اللي بيكونسيد شوتس اون تارجت نمره 1 بورنموث، بعدين ليفربول، بعدين ارسنال، بعدين بالاس، بعدين نيوكاسل. ماشي، بس عارفه ان الجول دخل فيهم ده اول جول يخش فيهم من لعب مفتوح مثلا. ماشي، انا بس بقول لك ان بورنموث مثلا عندك طب ناس بتروفيتش أرخص. مثلا، ممكن تروح تجيبي بتروفيتش ب 4.5 وتوفري مليون جنيه مثلا. في الشوتس عامه بورنموث برضو الاول، بعدين أوكي. ارسنال. فارسنال طبعا ما ده اللي بقول قصدي، انا جايبه تمبر. ما انا قصدي لو هتجيبي الغالي انت بتروح الرايه ليه انا جايبه دوناروما؟ تمبر ماشي عشان في سيتي انا مش ضامنه اي حد غير جفارديول. ماشي. فانا لو عايزه حد في دفاع سيتي وحد في دفاع ارسنال، انا بالنسبه لي دي اوقع حاجه. انا كان عندي سؤال جه في بالي كده من كام يوم، هو فين بين وايت؟ بين وايت اختفى من على الشاشه، مع ان الواد ده كان جامد قوي. حاجه معلش انا اسف، كان حاجه على بس عابره الدكة. يعني، ما ليه؟ يعني الواد ده كان جامد. ده انا فاهم ان تمبر اجمد حاليا في الرايت باك وده مكانه اكتر، لكن حاسس تمبر ده خساره يقعد على الدكه بس الصراحه، ده حرام ده يعني. اللي مخوفني يعني. ماشي. انا بالنسبه لي عامه نفسي وبفكر جديا اعمل تريبل كابتن لهالاند. مشكلتي كلها ان انا زي ما كنت بقول ان انا خايف ان هالاند يقعد دكه. اعتقد في وجهه نظري الشخصيه بنسبه 75% هيلعب اساسي. هستنى اتفرج ماتش الكاس، لو ما لعبش ماتش الكاس ده وريح خالص غالبا هفعل التريبل كابتن ليه، لان انا مش شايف ماتش احلى من كده في الفتره اللي جايه لهالاند او لصلاح. صراحه اصلا شويه وهيسافر كاس الامم الافريقيه ومش فورمته مش عاجباني قوي ان انا تريبل كابتن عليه، فعايز افكر اعملها على الهاند الاسبوع الجاي ضد بيرنلي بيلبسوا جوان. هالاند فورمه حلوه. انا اقول لك بقى اوحش دفاعات. أوكي. بيرنلي في واحده من الاحصائيات اوحش دفاع، وفي الثانيه في الثاني احصائيه في الخراره يعني. ما بالظبط هي دي الفكره. فبالنسبه لي حاسس ده اوبشن حلو جدا للتريبل كابتن. انا اصلا الاسبوع اللي فات عملت دبل اب على هجوم بورموث، جبت سيمينيو وجبت ايفانيلسون. الاثنين صراحه ما عملوش حاجه غير يعني المسابقات الدفاعيه بتاعت سيمينيو، بس عجباني ماتشاتهم اللي جايه حلوه قوي. عندهم ليدز فولم في كام ماتش حلوين قوي ورا بعض، فهسيبهم. كنت طبعا اول ما سانشيز اتطرد قلت خلاص ده اللي هيتباع، لقيت ان هو في ماتش الكاس في النص اللي هو هيتلعب بكره الثلاث، فخلاص طالما هو هيلعب غالبا هسيبه شويه واحاول احوش تغييره للاسبوع اللي جاي. اللي خانني وهيموتني روجرز طبعا، ما هو كمان بتاع استون فيلا ده هيموتني بجد، مش قادر استنى عليه اكتر من كده. عاجبني قوي نداي، ومعايا في البنك و0.1 تجيب لي نداي اللي هو ب 7.1، هي يا دوبك مظبوطه، غير يا رب ما يغلى قبل ما اكون جبته. يا اما هجيبه يا اما مش هعمل تغييرات، لكن اللي فارق معايا اول اسبوع ده هو التريبل كابتن. المهم ان تريبل كابتن هالاند روعه، لان زي ما قلت لك بيرنلي من اوحش الدفاعات اللي دفاعهم وحش قوي ومش محتاجين نقول اصلا. هو نوتنغهام فورست برضو في التوب 4 اوحش دفاعات، جابوا الاسطوره وويست هام. فيعني ويست هام نوتنغهام فورست من اوحش الدفاعات في الدوري، فممكن تكابتنه نداي، ممكن تكابتنه فودن، هالاند، رايندرز حتى.
براحتكم. في برضه عندك برونو، مع انه ده اول ماتش في الاسبوع فمش بميل ليها قوي، وانا اصلا مش عاجبني برونو طب ولا ليه مش عاجبني مبويمو؟ عشان ده معاه ضربات جزاء، فالامان بيقول لي برونو. بس انا شايف عامه ان انا لو هشتري لعيب يقعد معايا فتره ممكن يبقى مبويمو اخطر على الجون بكتير، اقرب على الجون مظبوط. بكتير. لو ده ضامن 90 دقيقه فده ضامن 90 دقيقه برضه، بس اللي بتميزه حته ضربات الجزاء، ممكن شويه فاولات، مع ان حتى برونو في الفاولات ما بقاش قد كده الصراحه يعني، بس هنشوف. طيب سريعا فقره الديفرنشالز. ماشي. انتوني زي ما قلت لكم الجوله اللي فاتت هو تاني اكتر واحد في اللعبه كلها نون بينالتي اكس جي. انتوني بتاع بيرنلي ها. بعدين رودريجو جوميز بتاع وولفز، زي ما قلت لكم ماتشاتهم حلوه قوي يا جماعه، دي اسمها ريسكات، فانا عارفه ان وولفز ما بيلعبوش حلو بس ارقامهم كويسه، لو عايز تاخد ريسك رودريجو جوميز ارقامه كويسه. تاني هقول كين ايفرتون، برضو كان هجومي جدا. دفاعهم عامه، وتاركوفسكي انا شايف تاركوفسكي برضو جامد قوي، بس انا فاهم قصدك في حته كين ان هو كمان على الجون في الكرات الثابته خطر قوي، انا فاهم. وديفرنشال اكتر، تاركوفسكي عند ناس كتير الدافكون مخليه الناس تركز معاه. بروكس برضو هقوله لان لعاشر مره يعجبني وانا بتفرج، بس بيطلع بدري برضو، حط في حسبانك ان هو بيطلع بدري وبينزل مكان كلويفرت على طول، بيطلع كلويفرت بينزل كلويفرت. في دوكو بالنسبه لي ديفرنشال حلوه، حاسه الدنيا بتمشي ب 6.4، ناس كتير عندها رايندرز فيها بس هو مشل يعني. انا هو مشل، بس ماتش بيرلي ده لو فتح دوكو هيجيب حاجه بالزبط. يعني زي ما قلت لكم موكيلي ستاتش منتا ارقامه في كل الارقام، وانا بقالي مثلا 3 اسابيع بقول عليه في كل الارقام هو من احسن الناس، ف حاساه ريسك حلو. برايتن خامس احسن ماتشات، فماتشاتهم حلوه، حاساه هيلعب وهو في الفورمه دي، هو او اياري. عامه اياري برضو ارقامه كويسه. نداي كده جيكوب ميرفي. ازيدور بتاع ساندرلاند ب5.5 وتاني اكتر واحد عامل شوطات في على الماتش اللي فات ده. والله العظيم يا جماعه ساندرلاند دي كانت ماسكه استون فيلا فاحتاهم، وحياه ربنا الكره في العارضه وهوب بيهم ب 10 لعيبه، واستون فيلا ولا عارفين يعملوا اي حاجه، فريق مشل بجد. ساندرلاند جامدين قوي خصوصا في ملعبهم، بجد رخمين قوي قوي قوي. انا من اول الموسم يعني قلت ركزوا معاهم في ستاديوم اوف لايت. جريليش اكتر واحد عامل لمسات في ال18، حاسه برضو اوبشن حلو. طب سؤال، تجيبي جريليش ولا تجيبي دوزبري هول؟ لا اجيب جريليش. انا بالنسبه لي نداي دوزبري هول جريليش. انا بالنسبه لي نداي جريليش دوزبري هول. ليه؟ جريليش اخطر بس اسيست مش جوان، واغلى ب 2 مليون. هي ال 2 مليون 2 مليون، فاهم قصدي؟ كتير قوي. فاهمه قصدك. يعني انا اعلي حد قوي، فده انا بالنسبه لي نداي، بس عشان هو اولا في الاي تيست الواد يا جماعه بجد بيعمل مبهر. كل حاجه في الكوره، بيدافع وبيهاجم وبيرقص وبيجيب اجوان ومعاه ضربات جزاء، فالواد جامد قوي، فده ادفع فيه 7 مليون. لكن في جريليش على قد ما انا بحب جريليش وهو لعيب جامد ومفيد قوي لايفرتون، بس في فانتسي حلو قوي اسيستات مش اجوان. هيجيب اجوان طبعا بس مش قد ما نداي هيجيب، ده بتخيلي. دوزبري هول معلش يا جماعه هو 3 انذارات مش 4 انذارات عشان طب ده زي الفل والله العظيم. طيب ترافورد ليفت باك بتاع بورموث حلو معاك بالظبط، حلو قوي، حاساه ديفرنشال حلو مش عند ناس كتير قوي. وبعدين تشاكا ب5 مليون بجد بيلعب حلو، بياخد انذار كل ماتش كده وعمل اسيست الماتش اللي فات، واعتقد عمل مساهمات دفاعيه كمان ورخيص يعني بالظبط. بيرجفال ضيوف اخر واحد معاه. بيرجفال كان خطر قوي الماتش اللي فات، دايما خطر. شفت الكوره اللي هو عملها في الماتش بتاع الكورنر دي، طلع في الكورونا ما ينفعش يعملها اصلا، والحكم هزقه ما ادالوش انذار، رجع ورا الجول، جري من ورا الجول، قال يعني هيخطفها من على القريب من ورا الجول. كانت اول مره اشوف في حياتي حد بيعمل حاجه زي كده، بس بيقولوا ان مش ممنوع. الحكم هزقه وهو قاعد يسال اصلا ده ممنوع وبتاع، قالوا له فانا ده اللي اعرفه، بس ما اعرفش القانون بيقول ايه. هنلعب اللعبه؟ نلعب اللعبه. عايزه اقول حاجه بقى معلش، ماليش دعوه اتصاب، لا فيها ان هو اتصاب، ماليش فيه عامه ماشي، انا ما عنديش مشكله، انت هتاخد النقط. انا بس عايزه اقول طب فريقي كله بيتصاب ويخرج اللي بقوله في الحلقه ليه بجد؟ ابعدي عننا، ابعد بحظك ده، ابعد كل الناس اللي انا جايباهم في وايلد كارد دول حياتهم انتهت. انا بس بحذركم يعني. لا بقول لك ابعدي عن هالاند عشان هالاند ده مظبطني غدا، انا بس بقول لك يعني. بينو الاكس جي بتاعه كان اعلى من رايندرز، ماشي، هو بس اتصاب، رايندرز ما جابش جوان كده هو بس اتصاب، فدي كانت المشكله الوحيده يعني. بس خلاص هيص. لايل فوستر عمل اسيست، خد بونص على وضعين، وضعه جاب 6 نقط مثلا. المهم ان هو كسب اللعبه 1-0 ليك يا ابو عصام. ونبدا الاختيارات الجديده. ترافورد. مين يا اختي؟ ترافورد. بجد هتقولي مدافع؟
بتاع بورموث. طب راجع قرارك تاني عشان اللي هقوله ده جامد، وعشان افكركم برضو بالقوانين لازم يكون لعيب اقل من 10% اونر شيب، لعيب يكون ديفرنشال مش عند ناس كتيره. ماشي اراجع قراري ليه؟ متأكدة؟ انا بحب العب اللعبه ليفل 2. انت بتلعبها ليفل 1. فكري انت بتلعب ليفل 1 وبتقول حد معروف، انا بلعب ليفل انا بقول واحد اقل من 10% دي القوانين. ماشي انا بس العب قصدي بالقوانين، مش بتاعت القوانين أنا يا بلعب بتاعت أقل من القوانين 1%. يا دكتوره أنا بتاعت بلعب القوانين ولا أقل مش بتاعت من القوانين؟ 1%. لا، طب دي هل دي قوانين اللعبه؟ قوانين اللعبه اقل من 10%. نو ريسك نو فان. ها نداي 9% هيلعب ويست هام هوم. انت عايز تمشي جنب الحيط. 9% يا ماما 9%. انا بحب ابعد. عايز اخليها بحب 5%، أبعد عايز اخليها 5%، هتخلي هتقلل القوانين اغير. لا خلاص لو القوانين 10% يبقى 9 يبقى نداي معانا. ماشي يلا تمام. حتى هو اترفض خلاص، ده اخر كلام. الاونا الا الا تري دي كنتوا شاهدين، انا حذرتها ماليش دعوه. طيب انا اديتكم الوايلد كارد بتاعي، هحط لكم كام وايلد كارد تاني على الشاشه برضو ممكن تفكروا فيهم لو مش عاجبكم بتاعي، لان لازم تبعدوا عن اللعيبه اللي انا جبتها. لان ما انت جبت اللي احنا عايزينهم ياما، ما انت فحتينا وفحتي المصريين طيب كلهم في اللعبه. خليكم بقى عندكم واتكنز وراجرز وكده، دول كله هيبدا اسيب يشتغل. روجرز يعني ولا مش عندك روجرز اصلا مش كده كده؟ عندي. وبس كده يا جماعه، ده كان ملخص لطيف لفانتسي الجوله السادسه من الدوري الانجليزي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، يا رب تكون الوايلد كارد بتاع سلمى ده خلاكم تعرفوا مين اللي ما تشتروش خالص، تبعدوا عنهم تماما باذن او الله. يكون فتحه خير عليا. جايز. طب انا صراحه اتمنى لك ترجعي تاني معانا لل 4 مليون لا بقى. عرة قوي. لا عرة قوي. 9 مليون دي الصراحه سلومه مش مهم. لا وبجد زي ما قلت لكم الجوله اللي فاتت، اي حد بيخرج قبل الدقيقه 30 يتسحب كده. اي حد بيلعب شوط واحد بس هتلاقوه عندي في الفريق. بالمر، سانشيز، بارنز، كان ناقص الكوكوريه بس، كان المفروض يبقى عندك كوكوريه الصراحه. كان لازم فايتك ده يا سلومه. المهم ما تنساش تعمل لايك وشير والسبسكرايب بتاع الجرس، تعمل حاجات اول ما بننزلها، ونشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.